تخيل معي إنك فجأة تقرر تنام، بس جسمك يرفض، لا لأنك قلقان ولا لأنك مهموم، بس حرفياً جسمك نسى كيف ينام. هذه قصة ريكارد، يوتيوبر وفنان تاتوهات من فيلادلفيا بأمريكا، اللي عاش معاناة مستحيلة لمدة سنة كاملة بسبب مشكلة بسيطة تحولت إلى كابوس حقيقي. في عام 2015 بدأ كل شيء لما ريكارد أصابه التهاب قوي في المسالك البولية. الآلام كانت رهيبة لدرجة إنه ما كان يقدر يشتغل، وللأسف ما كان عنده تأمين صحي عشان يتعالج في المستشفى. راح لمديره في عمله الثاني يطلب نصيحته، والمدير أعطاه مضادات حيوية متبقية عنده من إصابة سابقة. أخذ ريكارد المضاد، وبالفعل تحسنت حالته بسرعة، بس ما كان يدري إن هالحبوب بتقلب حياته جحيم. بعد يومين بالضبط قام ريكارد فجأة بالليل، حس إنه في زلزال قوي يهز المكان، بس ما كان في زلزال ولا شيء. المشكلة كانت داخل جسمه، رجوله ترتجف، ظهره ورأسه يرتجفون، والدنيا تدور فيه، وكان بالكاد قادر يوقف على رجوله. ثاني يوم راح الشغل وهو مو طبيعي، دوخة، خمول شديد، والآلام تزيد يوم بعد يوم. لما كلم أخته وهي ممرضة، قالت له إن المضاد اللي أخده طبيعي جداً، فاستمر عليه. مرت أيام، وريكارد حالته تسوء أكثر وأكثر. ظهره صار كأنه يحترق، المفاصل تألموا بشكل مرعب، وطنين مستمر في الأذن. وبعد انتهاء الكورس العلاجي، الالتهاب اختفى، لكن الصدمة الكبرى إن النوم اختفى معه. من هديك اللحظة ريكارد صار ما يعرف النوم أبداً. مو إنه نومه قليل أو خفيف، لا، حرفياً صفر نوم. أيام، أسابيع، شهور تمر وهو جالس في الظلام بدون نوم، والتعب يخليه ينهار تدريجياً. في هالوقت أمه تمرض في إندونيسيا، فيقرر يسافر لها من أمريكا، على الرغم من التعب اللي ما يوصف. لما وصل هناك أخيراً زار دكتور اللي وصف له مهدئات قوية جداً، لكن للأسف حتى هذه المهدئات صارت ما تنفع. كان ينام ساعة أو ساعتين بالكثير في الأسبوع كله. من شدة اليأس بدأ يصور فيديوهات وينزلها على اليوتيوب، يقولوا فيها: صار لي شهور بدون نوم، جسمي قاعد ينهار، المناعة صارت ضعيفة جداً، وأنا متأكد إني قاعد أموت شوي شوي. ريكارد صار يتوسل للناس والأطباء على الإنترنت عشان يساعدونه بأي طريقة. وصل به الحال يقول إنه مستعد يتبرع برجوله مقابل إنه ينام بس 3 ساعات. صار يصور نفسه وهو يحاول ينام، وكل ما يبدأ يغفو جسمه يرتجف ويرجعه للواقع المر. مضت الشهور، وريكارد حالته من سيء إلى أسوأ، ما يقدر يتحرك من سريره، ومع الوقت عقله بدأ ينهار. صار يهلوس ويتكلم عن مؤامرات غريبة. في الفيديوهات الأخيرة له صار شكله وصوته مخيف، يهذي بكلام غريب عن مخلوقات وأشياء ما لها وجود. وفي آخر 2016 نشر آخر فيديو له، وكان الفيديو مظلم وصوته ضعيف جداً، يقول فيه: أنا تعبت، جسمي انهار، ما أقدر أكمل. وبعد هذا الفيديو ريكارد مات على سريره بسبب حالة نادرة جداً تسمى الأرق القاتل، مرض نادر يخليك حرفياً تفقد القدرة على النوم تماماً لين يموت الجسم بسبب انهيار الأعضاء الداخلية. هذه القصة تخليك تفكر 1000 مرة بنعمة النوم اللي ممكن ما كنا نقدرها كفاية. إذا أعجبتك القصة لا تنسى تشترك في القناة وتضغط لايك عشان نوصل لك قصص أقوى وأغرب في المستقبل. On Fire.